ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ الاكله دي بقى يا بنات، انصحكم ما تعملوهاش لان الولاد مش هيسيبوكي في حالك. انا اتطلب مني الاكله دي تاني يوم وخلوني عملتها. اكله سهله جدا وبسيطه ومش هتقفي كتير في الحر ده، وكان طعمها خطير. هيعجبكم جدا. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. بصوا يا بنات، جبنا هنا ده كيلو صدور، مش متقطع. بس طبعا الكبيره شيلي منها الفليتو بتاعها عشان ما تبقاش مليانه قوي. ونبتدي نفتحها كده عشان التتبيله تخش فيها. طبعا التفتيح بتاعها ده، التشريح دوت تقدري تعمليه زي ما انت عايزه اللي تحبيه، اهو بالشكل ده. وما نحاولش ان احنا نوصلها للاخر عشان ما تتقطعش خالص مننا. احنا بس بنعمل فتحات فيها علشان خاطر التتبيله بتاعتها. اهو بالشكل كده يا بنت. طبعا غسلهم كويس جدا ومتنشفين عشان لما نحط عليهم التوابل تمسك فيها. بصوا هنا يا بنات، يعني دي كانت صغيره فقلت لكم ان انا ما شلتش منها الفليتو، عادي يعني براحتكم فيها. لو عايزه تشيليها زي برضو ما تحبي. اديهم بقى رشه ملح كده حلوه، واتاكد يا بنات ان كل واحده واخده من التوابل. ورشه فلفل اسود، وممكن تكتفي خالص بالفلفل الاسود، بس انا هديها رشه بهارات فراخ معاها، دي بقى اختياريه. واعمل لهم بقى مساج كده يا بنات، ادخل التتبيله في قلب الفراخ بالشكل ده. واقلبهم بقى الناحيه التانية واكرر نفس الخطوات. اهو رشه الملح والفلفل الاسود والبهارات. انا كده خلصت خلاص كله. هنا بقى هجيب كده شويه دقيق وابتدي اغلف قطعه الفراخ بالدقيق كويس قوي بالشكل ده. اهو اعمل كده تاني معاكم. هخلص بقى الكميه وهرجع لكم تاني. هنا جبت الطاسه بتاعتي او الجريل، ونزلت كده بمعلقتين 3 كده زيت كبار، وعليهم قطعتين زبده حلوين. ونزلت بقى بقطع الفراخ اللي انا غلفتها كلها بالدقيق بالشكل ده. بس حاولوا يا بنات ما تخلوش الطاسه مليانه. يعني انا فاض كام واحده تاني انا عملتهم في طاسه تاني عشان ما يتعجنش مننا. بصوا يا دوبك خد لون، بقلبها على الجنب التاني على طول. انا مش عايزاها تستوي يا بنات، انا عايزاها بس تاخد اللون الحلو ده. اتاكد ان هي خدت لون حلو برضو من الجنب التاني، وانزل بمعلقه صغيره ثوم مفروم، وانزل عليهم بحوالي 4 معالق كبار صويا صوص، ومعلقتين خل كبار، وهنزل بمعلقه كبيره من العسل الابيض، عسل النحل. عاوزه اقول لكم ان معلقه العسل دي يا بنات هتوديها في حته تانية خالص. بجد الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا. هقلبها بقى على الجنب التاني عشان اتاكد ان كلها شاربه من الصوص الحلو ده. وهنا كنت شوحت بقيه الصدور في طاسه تاني علشان احطها في نفس الصوص معاهم. وبعدين احط بقى كوبايه ميه حلوه كده سخنه، بس كده. مش هتحتاج ملح ومش هتحتاج اي حاجه تاني. وهغطيها وهسيبها بقى تتشرب الصوص ده.
هعمل بقى الرز بقى معاكم. انا كنت عملته قبل كده كذا مره، بس هنعمله تاني. نزلت كده بمعلقه سمنه حلوه كبيره، ونزلت بقى بمعطرات، ورق لوري وحبهان وقرنفل. يا دوبك كده اشم ريحتهم، وانزل بقى بمعلقه كبيره كركم. بصوا يا بنات، انا بحب الكركم بصراحه متشوح وريحته طالعه كده في السمنه. في كتير قوي بيحب يحطوا على الرز، بس انا بحس ان كده بتدي طعم احلى كمان. فاللي مش حابب يعمل الخطوه دي يحطها على الرز عادي براحته بعد ما بيستوي. بس وانزل بقى بكوبايتين رز بسمتي. طبعا لو ما فيش بسمتي تقدري تعمليه بالرز المصري عادي جدا. بس واقلبهم بقى كويس قوي عشان اغلف كل رزايه بالسمنه. وانزل كده بباكو مرقه فوريه، مرقه دجاج يا بنات. لو في شوربه هنستغنى عن المرقه، بس انا ما كانش عندي شوربه فحطيت كيس من المرقه. وهظبط بقى الملح والفلفل بتاعها. بس كده، واديله تحميصه حلوه مع السمنه عشان يبقى مفلفل. وهنزل بقى بالميه، يعني كل كوبايه انا بديها كوبايه ونص ميه. يعني انا على الكوبايتين دول حطيت 3 كوبايات ميه اهو بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها تتشرب. كده الرز اتشرب خالص يا بنات. اديله تقليبه كده وهدي النار خالص عليه، واسيبه بقى مع نفسه لغايه ما يستوي. اهو كده الفراخ يا بنات خلصت. شايفين لونها عامل ازاي؟ كده الرز بتاعنا اهو استوى. شايفين مفلفل ازاي؟ بجد كان طعمه خطير. عاوزه اقول لكم ان الولاد مش هيسيبوكي في حالك، هيطلبوها منك تاني وهتعمليها لهم. انا الولاد طلبوها تاني يوم وعملتها. شايفين طريه ازاي؟ بجد يا بنات تحفه، هتعجبكم جدا. وبألف هنا.